ازاي تسافر تايلاند من مدينة ناصر؟ المرة دي اكتشفت لكم مكان بيعمل أكل تايلاندي شعبي في مدينة ناصر، ودي تجربة مختلفة حبيت أقول لكم عليها. تعالوا بقى أعرفكم على المكان وأوريكم طلبنا إيه من عندهم. المكان اسمه موتيارا في مدينة ناصر، كل اللي شغالين فيه طلبة من تايلاند، أغلبهم بيدرس في جامعة الأزهر. هم ناس لطيفة قوي والعربي بتاعهم شغال، يعني هتعرف تتعامل معاهم. المطعم صغير مش كبير، حوالي 5 ترابيزات، وأحلى حاجة إن صور الأكل في المنيو نفس اللي بتنزل لك بالظبط، ومكتوب بالعربي، وكل حاجة تحتها سعرها. طلبنا من عندهم 4 حاجات، فخلينا نبدأ بأكتر حاجة عجبتني، ومش عايزكم تستغربوا من أسامي الأكل. مي باسا فراخ، ودي عبارة عن نودلز فيها خضار ومتقطع عليها صدور فراخ ومتغرقة في الصويا صوص، ودي ب85 جنيه وطعمها تحفة. تاني أكتر حاجة عجبتني عندهم شوربة توم يام تاي، ودي اخترتها سي فود، بيكون فيها خضار وطماطم مع جمبري وكاليماري، وهي سبايسي شوية. عجبتنا كلنا وسعرها كان 80 جنيه. وللأسف كمية السي فود اللي فيها قليلة قوي. اما دي بقى مي سوب فراخ، بتكون خضار مع نودلز جوه الشوربه معاهم قطع فراخ، ودي تحسها وجبه كامله وسعرها 60 جنيه. اما بقى اغلى حاجه واقل حاجه عجبتنا كلنا حاجه اسمها موتيارا رز باللحمه مع بيض مقلي. الميكس مع بعضه مش المفضل ليا بصراحه، تتبيله اللحمه هي اللي حلوه ومختلفه، انما الرز ما فيهوش اي بهارات خالص وطعمه عادي، وميكس البيض مع الرز مع اللحمه ما ضايقنيش بس ما حبيتهوش. اخر حاجه بقى جربناها في المكان كانت عصير الذره، عصير لونه اصفر كده بس طعمه عامل زي السوبيا، انا بحب السوبيا جدا فعجبني قوي، وده هم ادوهولنا ببلاش. دي كانت تجربتي مع الاكل التايلاندي، فلو حابين نصور اماكن زي دي تاني اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اكيد تعملوا لي فولو.